السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في فيديو جديد على قناتكم وقناتنا. والنهارده معانا البشاميل الدايت، وصفة جميلة. كتير مننا بيشتاق وهو بيعمل رجيم ان هو ياكل حاجة بالبشاميل، بس بيكون قلقان لا عشان الكالوريز وكده. فالنهارده ان شاء الله بنقدم البشاميل الدايت ده. الدقيق بتاعي اللي انا بستخدمه دول حوالي 5 معالق دقيق. ممكن استخدم دقيق اسمر اللي هو بيكون قمح كامل ومطحون، عشان احاول اقلل شويه برضو السعرات. ادي الكميه بتاعتي اللي انا بستخدمها لعمل البشاميل. على فكره وطعمه جميل جدا. انا بحرص ان انا اقدم لحضراتكم حاجات انا مجرباها ومتاكده من نتيجتها علشان المصداقيه بتاعه القناه. فادي الكميه دي بتاعتي اللي انا كنت بحمرها بالطريقه التقليديه. انا النهارده جاي حطيتها في البوله دي زي ما حضراتكم شايفين. حطيت عليها مقدار من اللبن. حطيت على الدقيق بتاعي مقدار من اللبن زي ما حضراتكم شايفين. هبتدي اللبن ده طبعا بارد يا جماعه، طالع من التلاجة. هبتدي بعد كده ان انا اجيب مضرب اليدوي وابتدي اضربه كويس جدا لحد ما كل الكلكعه اللي حضراتكم شايفينها دي تختفي. لو صعب على حضرتك ان انت تضربيه، ممكن تحطيه في الكبه او تحطيه في الخلاط. كله مع بعضه هيدوب او هيختلط كله مع بعضه بدون ما يكون فيه اي كتل للدقيق. بعد كده بجيب انا بقيه مقدار اللبن بتاعي، او ممكن يكون مقدار نص لبن ونص شوربه زي ما حضرتك بتفضلي. ده مقدار اللبن بتاعي اللي انا هضيف عليه الدقيق اللي انا مدوباه في الميه. ده المنظر بعد ما انا حطيت الدقيق على اللي هو مدوب فيه اللبن على بقيه مقدار اللبن والشوربه. بحطه على النار زي ما حضراتكم شايفين، وبفضل اقلب كويس جدا بمضرب بالبيض طول ما هو على النار علشان ما يكلكعش مني، لحد ما يبتدي ان هو يعمل معايا القوام التقيل بتاع البشاميل. طبعا بحط عليه الملح والفلفل على حسب الرغبة، وبيطلع معايا بشاميل طعمه جميل جدا. يعني ما يختلفش تقريبا عن البشاميل التقليدي بتاعنا اللي بيكون فيه زبدة او فيه سمنة كتير. نقدر نستخدمه بقى في المكرونة، في الخضار، في كل الوصفات اللي بنستخدم فيها البشاميل. لكل الناس اللي بتسأل ازاي نتابع الحلقات الجاية، ازاي نتابع الحلقات اللي فاتت من غير ما نتوه على اليوتيوب، طبعا مليان فيديوهات كتير. بنقول لهم اسفل شاشة الفيديو في زرار مكتوب عليه سبسكرايب لونه احمر، حضرتك دوس على الزرار ده. بالتالي اي فيديو جديد هيصدر عن القناة هيجيلك اشعار ان تم اصدار فيديو جديد، وكمان تقدر تتابع كل القديم. لو عجب حضرتك الفيديو اعمل لنا لايك للفيديو وشير للحلقة لمن تريد افادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.